بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، تحية طيبة مباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما تحيا جمهورية مصر العربية، تحيا جمهورية مصر العربية بأبنائها، بتاريخها، بعراقتها. النهاردة بناخدكم في رحلة تاريخية عبر حدود الزمان، رحلة روحانية، رحلة صوفية. معروف عن مصر حبها لآل البيت، ودي سمة رئيسية موجودة داخل مصر بالتحديد، والعالم الإسلامي بل العالم أجمع بلا استثناء يعلم هذا جيدا. تعالوا بينا النهاردة أسرة شهيرة جدا، قطب من أقطاب الصعيد بل مصر بل العالم الإسلامي أجمع. دشلوط بالتحديد بتحمل في طياتها الكثير والكثير من التاريخ العريق، من خلال أسرة قدرت أن هي تصنع أمجاد هذا التاريخ العظيم في محافظة أسيوط، بالتحديد مركز ومدينة ديروت. الأسرة العيونية، سيد أبو العيون، سيد إبراهيم أبو العيون. إيه الحكاية؟ الناس كلها تسمع عن هذا الاسم العظيم، ذلك الصوفي الجليل الذي احترمه الكثير، الغريب والقريب. النهاردة بنعيش معكم لحظة بلحظة من خلال هذا البرنامج أجداد وأمجاد، من خلال رحلة صوفية في عمق وشخصية وروحانية سيدي إبراهيم أبو العيون. تعالوا بينا وهذه الرحلة الروحانية مشاهدينا الكرام. من عزبة أبو العيون، وتم إطلاق الاسم على نفس الاسم، بركة هذا الاسم العظيم. مشاهدينا الكرام، أنا مش عاوز أتكلم كتير، لكن معايا أحد أبناء هذا المكان العريق الجميل، الأستاذ أحمد علي. برحب بحضرتك معايا. أهلا وسهلا، شرفتونا. ربنا يخليك، ده احنا اللي شرفنا بهذا المكان المبارك. الله يبارك فيك. السادة المشاهدين معايا داخل مصر وخارج مصر عاوزين يعرفوا احنا فين دلوقتي. المكان اللي احنا فيه حاليا أصل المنطقة التي جاء إليها حضرة صاحب الفضيلة العارف بالله الأستاذ السيد إبراهيم أبو العيون المغربي الشريف الحسني النازح من بلاد المغرب إلى مصر. عبر الأزمان والأوقات والأحوال كان هذا المكان على ما وصلنا من أخبار كان في بداية القرن ال19. أتى إلى هذا المكان بعد رحلة طويلة عبر نزوحه من بلاد المغرب إلى مصر. في بداية الأمر كان نزوله الأول في محافظة الفيوم، في مكان قريب برضو من الصحراء الغربية مثل المكان اللي احنا فيه. احنا في الصحراء الغربية دلوقتي مشاهدينا الكرام. وزي ما بيقولوا استاذ احمد، انا مش عاوز اقطع عشان خاطر تستمتعوا بالحوار معاه، بس بوضح حاجة سريعة كده. ان ده ما كانش فيه حاجة خالص في المكان ده خالص الأول، فبالتالي ان سيدي ابراهيم العيون يختار هذا المكان دي لها قصه كبيره جدا، وخاصه لما نشوف الطوب اللبن ده. اظن الطوب اللبن ده هي الاماكن اللي كانوا قاعدين فيها فعلا دي. الطوب اللبن ده اللي كانوا قاعدين فيها فعلا دي البيوت الاصليه بتاعتها دي، وزي ما هي زي ما هي زي ما هي. ايه سر اختياره لهذا المكان يا استاذ احمد؟ والله هو المعلوم والمعروف عند اهل الله وخاصته انهم هم بيختاروا الاماكن اللي هي بتكون ما فيهاش عمران كتير، على أساس يكون ليهم خلوة مع الله. الله جميل. يكون الله ليهم خلوة مع الله. نعم. ولذلك غالبية العباد والعابدين، سيدة والحسن الشاذلي، سيدة، كلهم كانوا بيختاروا الأماكن اللي هي الصحراء. بيحس انه كان بيكون اقرب الى الله اكتر. نعم. كمل حضرتك على انه وهذا ضريحه. هو الضريح برضه ليه قصة. تمام. بجانب الضريح من الناحية الشرقية كانت هذا المكان فيه برضو بعض الأولياء الصالحين، فكان فيه عندنا 2 مقامات موجودين حاليا حتى وقتنا هذا. رجل كان اسمه الشيخ سويفي، موجود حاليا اهو، مقامه شبيه بنفس المقام بتاع سيدي. وراجل كان هنا برضو اسمه الشيخ أصيل. تمام. فكان هو بعد نزوله في الفيوم
توارت الأحداث والأمور وحدث مرض الطاعون. ايوه حصل صحيح. في محافظة الفيوم. ايوه. فالراجل خد ما بقي من أسرته. طبعا فتك الطاعون بناس كثيرة في ذاك الوقت. ايوه. وجاء نزل في بداية منزله بعد محافظة الفيوم، نزل فوق مركز درمواس في حتة جبلية. أيوة. تقال إنها برضو صحراء زي كده بالظبط. أيوة. فوق قرية اسمها دلجة. دلجة. أيوة. دلجة مركز درمواس. عدينا عليه واحنا جايين فعلا. أيوة. أقام فيها فترة من الوقت. أيوة. وبعد كده برضو كان بيجي هنا عند الشيخ اللي هو ده كان اسمه الشيخ أصيل. أيوة. كان بيقول له الدفنة جنبك يا أصيل، الدفنة جنبك يا أصيل. وهو لما كان بيجي له زيارات من هناك. وبالفعل سبحان الله العلي العظيم تمت الدفنة بجانب الشيخ اللي كان موجود قبله هنا اللي هو الشيخ أصيل. المهم ان هو بعد ما جاء من الفيوم وراح على قرية دلجة دي. مش قرية دلجة، فوقيها في الجبل برضه. ايوه بالقرب منها. راح عند يعني في ضيافة أسرة في ذاك التوقيت من الأسر اللي كانت عريقة في أسيوط. ايوه. واستضافوه شوية إلى أنه كان معه برضك أخت اسمها منى. أيوة. شافها واحد من ذات المكان من حتة هنا يقال لها عرب أبو كريم. أيوة. أو قرية أبو كريم. أيوة. خطبها. وبناء عليها انتقلت الأسرة كلها من أسيوط لغاية ما جت المكان ده اللي هو اسمه عزبة الشيخ إبراهيم أبو العيون، وهي تتبع لمركز ديروت محافظة أسيوط. وانا سمعته كان بير هنا ما كانش فيه حاجه خالص، ما كانش فيه اي حاجه خالص، اي مظاهر الحياه. هو رحمه الله عليه كان مكافح. كان يعمل بالزراعه وكان يعمل بتجاره المواشي وخصوصا الابل. وكان مجتهد جدا جدا تيمنا بالانبياء جميعا. صحيح. ان كل واحد ياكل من عمل يده. تمام. احنا بنصحبكم في جوله مشاهدينا الكرام. طب ديش المشاهد دي عباره عن ايه ده؟ دي قبور لابناء العائله كلها. يعني ما زالت، يعني احنا دلوقتي قدام قبر الاستاذ عبد العليم، كان مدرس بالازهر. وهنا الشيخ فرج خالد هم كان يعني غالب الشيخ فرج عليهم مفتش الوعظ كلهم ازهر شريف. ذلك كلهم تعليم ديني ازهري كلهم شريف زي ما حضرتك شايفين مشاهدينا الكرام. طيب في حاجه نقولها هنا ولا ننتقل لمكان تاني استاذ احمد؟ لو حضرتك بس تكمل هنا شرح المكان يعني انا لو حبيت دلوقتي ان انا قلت موجز من اللي موجود. اتفضل. ولكن فيه ناس اما تسال عن كيفيه الاسم واسم ابو العيون. تمام. توارت لينا احداث كثيره عن التسميه. أيوة. منهم من قال انه كان وهو في بلاد المغرب او جدوده او جده هو كان فيه احتلال اسباني. ايوه. وقت احتلال الدول العربيه ككله في المغرب. في المغرب حصل. أيوة. في المغرب. أيوة. فكان ضمن الجنود الاحتلال. وعموما يعني الاحفاد والابناء ليهم سابقة، كل واحد ليه سابقة مع المقاومة بأنواعها. صحيح. ده كان عم يقاوم احتلال. الشيخ محمود أبو العيون قصته اللي هي كان عم يقاوم الاحتلال الإنجليزي. كان عم يقاوم الفساد الاجتماعي اللي موجود في البلد. كل واحد فيهم له عاوز تقول حضرتك تكليف رباني. في استمراريه. يعني اذا كان الجد كان بيقاوم الاحتلال الاسباني في المغرب قبل نزوحه، هنا برضو كان بيقاوم في سنه 19 ثوره برضو الانجليز هنا برضو. أيوة. وكان ليه 3 ألقاب. ويعلمهم القاصي والداني، ويعلمهم القس مرجيوس من أعز الأصدقاء ليه بعد ما جابوا وحطوا على منبر الأزهر. وهو راح على قلب الكنيسة الكبرى بتاعتهم. أيوة. كان اسمه صديق الطلبة. جميع طلاب، لأن كان آخر ما تقلدوا من مناصب رحمة الله عليه كان سكرتير عام الأزهر الشريف. أيوة. وكان اسمه خطيب ثورة 19. أيوة. صديق الطلبة وخطيب ثورة 19، والوحيد اللي قضى على البغاء في مصر حصل رسميا سنة 1900. كان بدأ من سنة 1932 وحتى 1949 إلى أن أراد الله بإلغاء البغاء في مصر رسميا على إيده هو، وهو مقرون باسم الشيخ إبراهيم أبو العيون. صحيح. محمود أبو العيون. وعمل كتاب في هذا المجال. مذابح العرب. مذابح العرب. صحيح. موجود. تمام. خلينا كده بقى الحاجات الحلوة دي نحكيها في مكان تاني واحنا ماشيين. ممكن؟ أهلا. اتفضل حضرتك. جميل جدا. احنا ماشيين معاك خطوة بخطوة يا استاذ احمد.
لكن في مقام تاني، يعني احنا المقام اللي شفناه دلوقتي الضريح ده اللي هو الاساس الاول رقم واحد. في حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ السيد إبراهيم أبو العيون تمام. الحسني المغربي الحسني النازح من بلاد المغرب إلى مصر، وده الشيخ إبراهيم أبو العيون رقم واحد. ده رقم واحد. الضريح اللي الشهيد ده ايه حكايه سيدي ابراهيم الشهيد؟ الابن الثاني حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ السيد إبراهيم أبو العيون الشهيد. الابن الثاني. ايه حكايه الشهيد دي طيب؟ حكايه الشيخ ابراهيم ابو العيون الشهيد انه كان في وقت زمنه وفي وجوده في المكان اللي كان مقيم فيه دعي الى شهاده بمديريه اسيوط او بالاحرى محكمه اسيوط، وكانت شهاده يشهدها زور. فطلب من الله سبحانه وتعالى لا إذا كان كتب عليه أنه هيشهد هذه الشهادة يبقى لا إلى مديرية أسيوط يصل ولا إلى منزله يصل. وكان أول مرة واحد يدعي على نفسه بالموت. سبحان الله. فربنا توضى وصلى ركعتين، من كانت أيام الفيضان وكان لازم يركب المركب. أيوه. فركب المركب وسبحان الله قبض روحه على طول، ولذلك سمي بالشهيد نظرا لأنه ما كانش عايز يشهد الشهادة الزور ولا إلى المكان اللي هيشهد فيه وصل ولا إلى منزله وصل. ده سر التسمية. نعم سر التسمية. جميل. عشان خاطر كده كل اللي احنا المكان اللي احنا كنا فيه كل الاسره اتجمعت فيه، الاضراح اللي فيه دي، المقابر اللي كانت موجوده دي كلها هي مقابر للابناء والاحفاد كل اولاده يعني. لكن الاساس اللي هو سيدي ابو العيون النازح، وبعدين سيدي ابراهيم ابو العيون الشهيد رقم 2. الشهيد رقم 2. طيب يعني شاف حضرتك كاتب حاجات كتيره برضو يهمني اعرفها برضو. والله هو في بعض الناس بتسال عن كلمه تسميه ابو العيون. فاحنا يعني اللي توارثناه من سيادنا ومن بعض الناس اللي وصلت لنا المعلومات دي ان هو كان يعني ضمن المجاهدين في منطقه العيون. ودي في اقليم الساقية الحمراء ومطلة على المحيط الاطلنطي. فتقريبا سمي والله يعلم بالنسبة لتسمية بلده. ولكن فيه توارث تاني بيقول انه هو كان ضمن المجاهدين وكان يعمم بعمامة لا يرى منه الا عينيه. تمام. دي تسمية ابو العيون. ولذلك الضباط والجنود الاسبان اللي هم كانوا في وقت الاحتلال وهو كان بيقاومهم كانوا بيقولوا انه يلا علشان نشوف ابو العيون لظهور عينيه. واني برضك يعني النسب الاصلي بتاع سيدنا الشيخ ابراهيم ابو العيون ينتهي الى الحسن ابن علي ابن ابي طالب. وبعض الناس برضه بتسال عن كلمه السيد. كلمه السيد برضه كما توارثناها بتقال لابناء الحسن. وكلمه الشريف تقال لابناء الحسين. يعني عشان برضو الناس تبقى عارفه المعلومه، لان هنا بنقول فضيله سيدي السيد عبد الرحيم، فضيله سيدي الشيخ ابراهيم ابو العيون الشهيد، فضيله سيدي الشيخ ابراهيم ابو العيون الكبير، فضيله سيدي السيد محمد، فضيله سيدي السيد عبد الغفار، فضيله سيدي السيد راشد، فضيله سيدي السيد عبد الرحيم، فضيله سيدي السيد ابراهيم. يبقى السيد دي الناس لازم برضك تكون عارفه ان دي يعني كانت يعني بياخدوها الحسنيين والحسينيين بياخدوا فيها خصوصيه يعني. الشريف فيها خصوصيه. اتفضل حضرتك كامل. وبعدين يا سيدي احنا برضو عايزين برضو نعرف الناس انه كان ليه 2 اخوة معاه. ففي رحلتهم من بلاد المغرب برضو طلعت عليهم مصادمات، وكانت معاهم والدتهم كانت برضو معاها ما خف حمله، يعني كانت فعلا قيل انه كانت ذهب وموجود في يعني لا مؤاخذة كده بيقولوا الجفة. وهو كان هو واخواته 2. فلما جات العساكر جروا اخواته ال2، واحد استقر به المطاف في واحة الداخلة في الوادي الجديد. والأسرة هناك تسمى بأسرة الشيخ سنوسي أبو العيون، والآخر استقر بمدينة إسنا تتبع لمحافظة جنة وبرضه مسماه باسم العيلة، وليها برضه فرع في أسوان. تمام. ده كله ده عرفناه مؤخرا احنا مع البحث والتنقيب، وطبعا مع وسائل الإعلام الحديثة ومع ده وده توفر معلومة بالظبط كده. تمام. فده اللي احنا قدرنا نوصل له عن أفرع الأسرة في مصر. ولكن هي ليها أفرع عدة برضو. عرفنا ان في فرع في سوريا وعرفنا ان في فرع في السعوديه، لانه برضك وسائل الاتصال الحديثه وسفر بعض من الاسر للدول ومجيء ده ومروح ده خلانا عرفنا، لانه برضو كانت في ناس من عندنا سافرت للعمل في السعوديه وقابلت ناس هناك من الاسره، وفعلا قالوا لهم يعني احداث متواليه خلتنا عرفنا بقيه افراد الاسره اللي موجودين لغايه ما وصلنا. فيه من ضمن الحاجات اللي هي يعني اظهرت الولايه للشيخ ابراهيم ابو العيون كانت بعض الاحداث. انه كان يعني في يوم من الايام كان هو يعمل بالزراعه وكان يعمل بتجاره الابل. ايوه.
فكان جاء كان بيستأجر قطعة أرض من واحد مزارع، ايوه وبعت له الغفير بتاعه على أساس يجيب منه الإيجار. فأصر وهو ما كانش معاه في التوقيت حالي، قال له يعني أنت يعني مش تستنى شوية. المهم ايوه انه سيدنا الشيخ تحت اصرار الغفير على قال له طيب خد، اعطاه حاجه من الارض وهو واقف، قال له في منديل كده يعني شويه حشائش حاجه، قال له دول ما تفتحهمش نهائي الا عند الراجل اللي بتشتغل معه او عند سيدك. وبالفعل السيد ده كان في نقطه الشرطه، كان رايح يشتكيه، وراح قال له حصل كذا كذا مع الشيخ واداني دي، وقال ما تفتحهاش الا قدام سيدك. فبالفعل فتحها، لقيها نقود ذهب وكانت ازيد من الايجار المطلوب بتاعه. وتمت هذه الحادثه برضو مع محصل الضرائب في ذاك التوقيت، برضو طلب منه وقال له طيب المهم قطع له شويه رؤوس برسيم، وقال له طيب خد دول وما تفتحهمش الا في المكان اللي انت هتسدد فيه. دي كانت كرامات مأثورة بدايه ظهور ولايته وكرامته للناس. ولذلك لما حصل الامر ده ساب المكان علشان خاطر الولي ما بيحبش الا في الاوقات الحالكه انها تظهر تمام الكرامه بتاعها. الارض اللي احنا واقفين عليها دي هي امتداد للضريح اللي كنا فيه. احنا هنا في مكان في فناء وحديقه حضره صاحب الفضيله العارف بالله سيدي السيد ابراهيم ابو العيون الحفيد، او الثالث ابن الشيخ ابراهيم ابو العيون الشهيد. وده كان ليه يعني القاب عده. من اولاها اللي كما تتداولنا احنا هنا في مكاننا حضره سيدنا الشيخ. الاولياء كان ليهم عنده يعني دلع، فكان ده كان اسمه طبيب الاولياء. كان اللي يتعب من الاولياء يبقى يقول له روح لسيدي ابو العيون. وكان علية يعني اللي هم في اعلى درجه من الاولياء كانوا بيسموه قطب الوقت. قطب الوقت، تمام. يعني كل ده الموجودين فيها دي فناء وحديقه الابن الثالث اللي هو شيد الاماكن كلها، عمل المكان المنيف اللي احنا فيه ده، وعمل المسجد اللي هو بترتاده الزائرين. من سنه كام يا استاذ احمد فاكر يعني؟ هو يزيد عن 100 سنه حاليا. 100 سنه. شايفين حضراتكم الطراز المعماري فيه. كمان ابراج الحمام يعني عمل طراز يعني ريفي جميل يتناسب مع توقيت يعني طبيعه. لو بصينا فوق، يا ريت استاذ مصطفى يطلع، يعني لو ما يعرفش كام تجيبه ولا لا. الطراز عندك من السنون اللي فوق يعني كامله برضه متاثرين برضه بالمماري المغربيه، العماره المغربيه الاسلاميه، يعني ما زال برضه في لمحه في لمسه هنا. العماره الاسلاميه المغربيه موجوده. لو حضراتكم بصيتوا لفوق المساحه الكبيره دي امتداد للضريح القديم اللي احنا كنا فيه يا استاذ احمد، اللي هو الجد الاكبر الشيخ ابراهيم ابو العيون الاكبر، اللي هو ظهرت اللي كانت البدايه لظهور الاسره العيونيه في صعيد مصر. وتشرفت الصعيد بمقام الاسره العيونيه بها. الحمد لله. تمام. نتحرك مع بعضين، يعني شايف كده معلومات قيمه حضرتك بتقولها. نتحرك المكان تاني ولا نقول ده لا؟ هنا هنا ده المكان الاستقبال الضيوف اللي هو بناه الحفيد حضرة سيدنا الشيخ ابراهيم ابو العيون. اللي بنستقبل فيه الضيوف على مدار الوقت يعني. نروح نشوف الضريح اللي قدامنا ونرجع لهذا الديوان ونشوف اللي حضرتك قلت لي فيه صور وفي وثائق وفي حاجات جميله موجوده تاريخيه في هذا الديوان. الحفيد الثالث استاذ احمد، صح كده؟ ايوه سيدي. اتفضل حضرتك. اتفضل.
يعني بسم الله ما شاء الله المكان يعني جميل، لا كل روحانيات وطبيعة وحاجة كده ترد الروح. بسم الله ما شاء الله. احكي لنا على المكان ده، وبرضه في إطار التكملة اللي حضرتك بتكمل فيها الإطار التاريخي للأسرة العيونية، أصحاب الفضل على الصعيد كله. بعد ما يعني عمتنا الزيارة لحضرة سيدنا الكبير النازح من بلاد المغرب وابنه حضرة سيدنا السيد إبراهيم الشهيد، انتقلنا إلى مكان الحفيد حضرة صاحب الفضيلة العارف بالله الأستاذ السيد إبراهيم أبو العيون سيدنا الشيخ قطب الوقت قطب زمانه. ونحن في حضرة حديقته الآن وأمام البوابة الرئيسية لمسجده المنيف. نعم. والذي بني وصمم على العمارة المغربية الإسلامية. صحيح. حضرتك تقدمت الأمور، والقديم الجديد اللي احنا فيه حاليا امتداد للقديم. شيد هذا المكان ليتناسب مع كبار الزوار من وزراء ومحافظين وزي حضراتكم كده وأهل الإعلام. فطبعا زي ما انت حضرتك شايف نشكر الله سبحانه وتعالى أولا، ثم نشكر الأبناء والأحفاد اللي قاموا على تطوير هذا المكان. ونخص بالشكر الجزيل الحكومات ممثلة في مجلس مدينة ديروت والوحدة المحلية في دشلوط اللي طورت أكتر وساعدتنا وما قصرتش معانا في أي حاجة، وده طبعا يعني شكر موصول ليهم. المباني دي بنفس من ساعة ما أسست تم ترميم، يعني المبنى ده اللي احنا فيه المباني بيحدث فيها ترميم بسيط جدا، مثلا جداً. إعادة اللون تمام، تجديده تجديده، ولكن هي على ما هي عليه حتى تاريخه. تمام. يعني مثلا اللون الاصفر اللي قدامك ده كان مسمينه سن الفيل، هو اللون السائد لمكان المسجد ومكان البيت. تمام. اذا ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام في عزبة ابو العيون، ونحن في معيد هذا الشهر الكريم بنعيش معكم روحانيات عظيمة ونفحات إيمانية وأيام مباركة نورانية مع الأستاذ أحمد علي، بياخدنا في صحبة روحانية جميلة في صحبة سيدي أبو العيون. تفضل حاج أحمد، تفضل. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي ومعانا لحظة بلحظة من خلال زيارتنا الروحانية في هذا المكان العطر المبارك، آل العيون، الأسرة العيونية وسيد إبراهيم أبو العيون. هتلاقوا الاسم متكرر معانا، احنا عند الحفيد الثالث سيدي إبراهيم أبو العيون. له ألقاب كثيرة جدا هنعرفها دلوقتي، واحنا دلوقتي أمام الضريح بالتحديد الخاص به. الأستاذ أحمد برضو معانا شاكرا، هو بياخدنا في عبق التاريخ في هذه الرحلة الإيمانية. أستاذ أحمد، احنا احكي لنا عن هذا الضريح وصاحب هذا الضريح رضي الله عنه وارضاه. حضرة صاحب الفضيلة العارف بالله الأستاذ السيد إبراهيم أبو العيون الثالث الحفيد سيدنا الشيخ طبيب الأولياء قطب الوقت قطب زمانه. هذه ألقاب سيدنا الشيخ. ليه الألقاب دي بقى؟ يعني كل واحد كان بيجيب الحاجة اللي على هواه. طبيب الأولياء دي كانت لغة الأولياء في وقته. سيدنا الشيخ كانت لغتنا احنا أهل المكان أبناء وأحفاده. تمام. قطب الوقت يعني علية الأولياء. قطب الوقت علية الأولياء. علية الأولياء، الأولياء العادية طبيب الأولياء. الأولياء اللي هم درجة أعلى كانوا بيقولوا قطب الوقت قطب زمان.
يعني. تمام. احكي لنا عن هذا المكان استاذ احمد. هذا تفصيلا. الضريح اللي احنا فيه ضريح سيدنا الشيخ ابراهيم ابو العيون. انتقل الى جوار ربه سنة 1940 ميلادية. وله من الكرامات الظاهرة والباطنة الكثير، وله من أحبابه المريدين. وقام سيدنا الشيخ رضوان الله عليه هو الأول اللي استلم الطريق من سيدي محمود أفندي عوني. وبعدها طبعا أزلوا أنه هو يقوم مقامه، وزاعت الطريق الخلوتية العونية العيونية الصوفية على مستوى الصعيد من خلال حضرة سيدي السيد إبراهيم أبو العيون، ومن بعده ابنه فضيلة العارف بالله سيدي السيد محمد أبو العيون، وفضيلة سيدي العارف بالله السيد عبد الغفار أبو العيون، بارك الله فيه وتمم عليه شفاءه. ده من ناحية الطريق. من ناحية ضريحه ومقامه كما ترونه، من الناحية الشرقية توجد بوابة من الخشب تنزل حوالي 5 درجات سلم، وبعدها تحت هذه المكسورة والتي تشبه مكسورة السيدة نفيسة بالقاهرة رضوان الله على آل البيت جميعا، توجد حجرة الدفن بها حضرته وابنه فضيلة السيد إبراهيم المفتش، وهو الحفيد الرابع. ثواني يعني في 2؟ في هنا 3. الأول الحفيد الأكبر، رقم 3 وابنه الرابع فضيلة السيد إبراهيم المفتش، ولقب بالمفتش لأنه كان يعمل مفتش منطقة مصر الوسطى التعليمية. تبع الأزهر؟ لا، تبع للتعليم العام، بس قبل ثورة 52 لأنه هو توفي عام 53. تمام. الثالث مين بقى؟ كانت معاه محافظة الفيوم والمنيا وأسيوط، منطقة مصر الوسطى. تمام. مين الثالث حضرتك قلت لي؟ الثالث اللي هنا هو فضيلة السيد إبراهيم المفتش الرابع. الاسم الرابع. أنا حضرتك بتقول 3 هنا. سيدي إبراهيم أبو العيون، فضيلة سيدي السيد محمد وكيل كلية أصول الدين في عهد فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود، كان هو عميد الكلية وحضرته كان وكيل الكلية أيام ما كانت مبنية في الخازندارة في القاهرة. وله صور فعلا مع فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود بالضبط كده. وهو جاء عندنا هنا وأقام 3 أيام، وعلى المنبر أعد العدة لكرامات فضيلة السيد محمد معاه، والتي لا تحصى ولا تعد معاه. منها أنه كان عنده في زيارة للبيت ووقف كده وقال أف 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 الله أكبر الله أكبر، وكانت نار تقوم في منزل الدكتور عبد الحليم محمود، وهو قالها شخصيا على هذا المنبر هنا. الله. طب ممكن أسأل السؤال ده؟ هو في 2 إبراهيم هنا ما عدا في 2 الحفيد وابنه الرابع محمد. لا، محمد اخو فضيله السيد ابراهيم المفتش. تمام. اصل ليه يسموه محمد؟ طيب اصل كل شاف كل ابراهيم ينفع اسال السؤال ده؟ ما هو كان الابن الاكبر اللي يسمى ابراهيم. الابن الاكبر بس. تمام. كان الابن الاكبر. وهنصادف برضو ان في برضو سيدي احمد، برضو في احمد وفي ابراهيم في بقيه الاسره، في اسماء كثيره. انا بتكلم على كده. أيوة، يعني لها قصص كثيره جدا. ايوه، ولكن ابراهيم بالذات كان الابن الاكبر هو اللي يسميه، يتجوز ويخلف ابنه الاكبر يسميه ابراهيم. الله. ودي لها حكايه هنعرفها في حلقه اخرى مشاهدينا الكرام، حكايه اسم ابراهيم الامام. هل هو اسم ام لقب ام تبركا ام حاجات كثيره جدا؟ حضراتكم احنا بنعيش في رحاب شهر كريم وايام مباركه، بنعيش في هذا المكان كله روحانيات ونفحات ايمانيه. في حاجات تانية عاوز تقولها يا استاذ احمد؟ بس كنت عايز اوريك بعض القصائد اللي كاتباها الناس من خلال التصوير السريع هنا. يعني ياخدها معاه. تمام. يعني الجمهور الزوار المحبين. ايوه. تمام. والناس برضك يعني اذن ليهم بامامه القوم في الطريق. تمام. والوصف بتاع المكان طبعا ان شاء الله هيكون لنا لقاءات كثيره، حقيقه لا تكفي حلقات عديده في هذا المكان يعني. شكرا ليك استاذ احمد. بسمح لنا ان شاء الله كده بالحلقه الأخرى إن شاء الله نستكمل ما بدأت حضرتك في الرحلة النورانية دي. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، إيه رأيكم؟ مش هقول حاجة غير نقول هي ده مصر العظيمة، مصر الجميلة اللي ربنا سبحانه وتعالى ميزها عن سائر الدول العالم بالأولياء، أولياء الله الصالحين، بالطرق الصوفية، بآل البيت. عشان خاطر كده تلاقي الشعب المصري شعب مبارك. نلتقي على خير إن شاء الله في برنامجنا أجداد وأمجاد مع باقي هذه السيرة العطرة، سيرة سيدي أبو العيون.